تخيلوا معايا أم مصرية كل يوم الصبح بتجهز لابنها لانش بوكس، بس مش أي لانش بوكس، ده بيبقى وليمة كاملة، فطير مشلتت، بيض في السمنة البلدي، قشطة، عسل نحل، لحد ما الناس قالت الواد بياخد أكل صنايعية. بس يا ترى ده طبيعي فعلا؟ والناس ليه زعلانة من أسلوبها؟ وهل فعلا الأكلات دي موجودة في كل بيت مصري زي ما هي بتقول؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الست نعمة هشام اتشهرت باسم أم نوح على تيك توك، بقت حديث السوشيال ميديا كلها بعد الفيديوهات اللي بتنزلها عن اللانش بوكس بتاع ابنها. الموضوع بدأ لما صورت أول مرة وهي بتجهز له الفطار للمدرسة، وبدل ما تحط له ساندوتش جبنة وخيارة زي باقي الأمهات، عملت له لانش بوكس ينفع يتاكل في فرح. اول لانش بوكس صورته كان فيه فطير مشلتت بالسمنه البلدي واربع بيضات مدحرجين في السمنه، ومعاهم خرطه جبنه قديمه عليها طحينه، ومعاهم كمان مكعب قشطه، والزياده بقى طبق عسل نحل وزمزميه شاي بلبن. الناس اتفاجئت وقالوا ازاي ده لانش بوكس؟ ده عشا عريس يا جماعه. لكن ام نوح ما وقفتش عند كده، ده كل يوم دراسه بتجهز لانش بوكس بشكل مختلف. مره رز بسمتي بالمكسرات ومعاه صوابع كفته، وزودت حمام وطبق سلطه صغير وباكت عصير وعلبه شوكولاته. الناس استغربت اكتر وقالوا هو ابنك رايح مدرسه ولا رايح شهر العسل؟ وفي يوم تاني قررت تعمله لانش بوكس بالكوارع، والله كوارع، والناس علقت وقالت الولد ده صغير ياكل كوارع ازاي؟ وفيديو تاني حاطط له محشي وملوخيه، لدرجه ان بعض الناس قالت ان ابنها مش هيعرف يكمل يومه في المدرسه، ده محتاج ينام بعد الاكله دي. الموضوع قلب السوشيال ميديا، في ناس انبهرت وقالت والله الست شاطره وبتحب ابنها، لكن في نفس الوقت في ناس اتضايقت وقالت حرام كده، انت بتدلعيه زياده وبتخلي الامهات التانية يتعبوا. كمان في تعليقات قالت ازاي تقولي الاكل ده موجود في كل بيت، ده مش موجود غير عند الناس المقتدره. الدكاتره دخلوا على الخط وقالوا ان الطريقه دي ممكن تبوظ الولد، لانه هيتعود على رفاهيه مش موجوده في الواقع، وهيتعب لما يكبر ويلاقي الدنيا كلها مش لانش بوكس حمام. لكن ام نوح زي ما تكون بترد وبتقول انها بتعمل ده من قلبها وحبها لابنها، وان اي ست مصريه تقدر تعمل كده من حاجات بيتها. وبين مؤيد ومعارض بقت ام نوح ترند على التيك توك. يوميا فيديو جديد لللانش بوكس، والناس ما بين متابعه علشان تشوف الاكلات الغريبه اللي بتحطها، وبين ناس زعلانه شايفينها بتبالغ وبتدي مثال غلط. في النهايه الموضوع فتح نقاش كبير، هل الام من حقها تفرح ابنها وتدلعه بالطريقه دي، ولا لازم توازن وتديه اكل بسيط زي باقي زمايله؟ السوشيال ميديا والاجابات مختلفه، بس الاكيد ان اللانش بوكس بتاع ام نوح بقى الحدث اللي الناس مستنيه تشوفه كل يوم. عايزاكم بقى لو في واحده من اللي بتتفرج علينا بتعملي كده يا ريت تقول لنا في التعليقات، واللي ما بتعملش تقول بتعمل ايه، وايه رايكم فيها وفي تصرفاتها دي.